السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتابع الأوفياء المشاهدي الأعزاء، كنتمنى أنكم تكونوا بألف خير وسلامة إن شاء الله. الإخوان النحالة المبتدئين، نصيحة اليوم إن شاء الله. الإخوان النحالة المبتدئين اللي ما كيقسموش النحل، الإخوان عليكم بمراقبة نحلكم، لأن هذا موسم أو وقت التطريد. لأن الإخوان اللي ما كيعتمدوش على التقسيم الاصطناعي، فالنحل يعني من فطرته يعني بطبيعته عندما تمتلئ الخلية بالنحل فهو يقوم بالتطريد. ولهذا أخي النحال المبتدئ، عليك بتوفير خلايا فارغة أي صناديق فارغة، وأن تراقب منحلك كل يوم، يعني ابتداء من 9 صباحا حتى 4 زوالا، إذا كان يعني الجو يعني مشمس ودرجة الحرارة معتدلة، إن النحل يقوم بالتطريد. ومن الأحسن الإخوة الكرام أن الخلية اللي عاد تجيب جديدة أي الصندوق الجديد أن يكون معقما. حاول أن تشعل فيه النار قليلا حتى تموت كل الحشرات المتواجدة فيه. إذا كان الصندوق جديد، يستحسن أخي النحال أن تضع فيه بعض المواد الجيدة، مثلا أن تحكه من الداخل بالليمون أي الحامض، حتى توفر رائحة يعني محببة للنحل، حتى لا يغادرها الطرد الذي سوف تدخله في الخلية الجديدة. هذه نصيحة اليوم، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى نصيحة أخرى إن شاء الله. الإخوان النحالة المبتدئين.